السلام عليكم حبيب حنفي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من فانتازيا الدوري الانجليزي، فانتازيا بريمير ليج الجوله العشرين. وركز معايا قوي عشان عندنا 4 فرق عندهم دبل اللي انا مش حاسه بصراحه. بس قبل ما اخش على الحلقه وقبل اي حاجه، في حاجه كده محشوره جوه كده عايز اطلعها بيني وبينكم، يعني مش قادر. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. وزي ما احنا متعودين قبل اي حاجه بشكركم شكرا جزيلا الناس اللي بتدعمني وبتعمل لايك للفيديو وبتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد بيوصل لها. زي ما قلنا الجوله العشرين فيها 4 فرق هتلعب دبل. هل الدبل ده مهم بالنسبه لنا قوي نهتم بيه؟ في فرق معينه نهتم بيها كل اللي هنتكلم فيه دلوقتي. بس خليني اقول لك ان الجوله العشرين هتبدا يوم الجمعه الساعه 10 بتوقيت مصر، قبليها بساعة ونص يعني بالتقريب الساعة 8 ونص توقيت مصر الديدلاين. متنساش تعمل بقى حركاتك وتكاتك وتغييراتك قبل الديدلاين. طيب ايه الفرق اللي عندها دبلات في الجولة العشرين اللي نهتم بيها بالورقة والقلم زي ما انا كاتب كده المانيفستو بتاعنا؟ اول فرقة عندها دبل اللي هي كريستال بالاس، هيبقى عندها تشيلسي واليونايتد. نهتم بحد يعني انا هتكلم في الفرقة اللي عندها دبل في نفس الوقت ونتكلم على الجولة العشرين والماتشات بتاعتها. هل كريستال بالاس نجيب حد؟ هي عندها تشيلسي واليونايتد. يعني لو انت عندك لسه زها خليه عندك ما تبيعوش، مش عندك حد ما تجيبش حد من اصلا كريستال بالاس تهتمش بيهم. طيب تاني فرقه عندها دبل هي السيتي، هيبقى عندها اليونايتد وعندها توتنهام. نركز على مين؟ على السيتي. رقم واحد من دون اي منازع هو هالاند، رقم واحد ما عندناش اي مشكله فيه، ده على جنب، ده اساسي معانا. رقم اتنين ايدرسون حارس مرمى السيتي. ورقم ثلاثة انا بفكر بصراحه في ستونز، يعني هو خيار ديفرنشال جدا مش مع حد كتير ونسبه امتلاكه حتى مش عاليه قوي. ستونز لو عمل حاجه وعمل ديفرنشال وجاب جون او ساهم في اي حاجه وجاب كلين شيت هيفرق مع اي حد. ونفس الكلام زي ما قلت على ستونز هقول على اكانجي برضو سعره كويس جدا، البادج بتاعه كويس جدا، ديفرنشال ممتاز جدا للي عنده. في ناس اعرفها عندها اكانجي ومهتميه بيه جدا وعندها مش بتخرجوا من فرقتها، مفيش اي مشكله خالص. طب الناس بقى اللي بتسالني على دي بروين اصبروا عليه يا جماعه شويه. يعني دي بروين انتوا عارفينه مفيش اي يعني ينام مثلا ماتش ولا حاجه، الماتش التاني على طول ديب جون اسيست مع هالاند الكلام ده كله. اهدوا شويه على دي بروين ما تحطوش عليه الراجل واحده واحده عليه. يعني انتوا يعني دي بروين مش غريبه علينا، ده حبيبنا ومظبطنا يعني. تالت فرقه عندها دبل هي اليونايتد هيبقى عندها السيتي وعندها كريستال بالاس. مش احسن حاجه لمانشستر يونايتد، بس زي ما احنا متعودين عندنا مين؟ عندنا راشفورد، عندنا مارسيال، عندنا لوك شو. وكمان هنهتم لو انت عندك برونو فرنانديز او بتفكر في ديفرنشال برونو فرنانديز مع ان البادج بتاعه عالي قوي، لا يعني خلينا في المضمونين احسن. راشفورد، مارسيال، لوك شو. عاوز تخش في ديفرنشال اكتر دي خيا، يعني دي خيا حتى لو مثلا ده دخل فيه جون بيعمل سيفز كتير، دي خيا برضو خيارات ممتاز جدا. رابع فرقه هيبقى عندها دبل هي توتنهام هيبقى عندها ارسنال وعندها السيتي. طيب نهتم بمين في توتنهام؟ انا من وجهه نظري المتواضعه هم اتنين مفيش غيرهم، يعني صاحب اعلى معدل اهداف في البوكسنج داي وهو هاري كين، ورقم اتنين وهو بيريزيتش. من وجهه نظري دول افضل اتنين بالنسبه لي لتوتنهام نهتم بيهم. احنا كده اتكلمنا على الفرق اللي عندها دبل، الاربع فرق. نخش بقى على باقي الجوله ونشوف الماتشات هتبقى عامله ازاي. استون فيلا وليدز، انا بالنسبه لي اعتقد الليدز ممكن تقدم في الماتش زي ده وهو اللي هيتالق، وهو رودريجو حبيبنا بتاع زمان اللي احنا فاكرينه بسعره 6.3. اوبشن كويس جدا ومحترم جدا لاي حد عايز يعمل ديفرنشال وعايز يعمل مخاطره وبيلعبها فور فان كده. ممكن يجرب فعلا رودريجو يجيب جون عادي جدا، يجيب جون في استون فيلا مفيش اي مشكله خالص. برايتون ليفربول انا ما بقاش عندي ثقه اجيب حد منها خالص. يعني تقول لي بقى نونيز وحتى الدفاع مش قد كده، اي نعم كاس الاتحاد حتى تعادلوا في كاس الاتحاد مع وولفز 2-2 واليسون عامل خطا غريب جدا الصراحه. بس انا شايف والله يعني انا عن نفسي هدي فرصه صلاح. انا بحب ابو صلاح بس مفيش مشكله خالص ان انا ابيعه بعد كده، يعني انا مش متمسك. الحب هيوديني في داهيه معاك يا ابو صلاح بس هعمل ايه؟ ضروري ليها احكام. اتمنى اللي عنده صلاح لو عنده القدره انه يصبر عليه الماتش زي ده مفيش مشكله، مع ان انا شايف ان برايتون اللي راجع بقى من يعني كاس العالم واللي يعني ايه اخد كاس العالم ماك اليستر بسعره 5.4. هو ما لعبش طبعا الجوله اللي فاتت بس لعب في كاس الاتحاد وجاب جونين. يعني هل تتوقع ان الراجل ده واخد كاس عالم فيرجع اول ماتش ليه الدوري الانجليزي ما جابش جوان؟
ما اعتقدش هيثبت نفسه، اعتقد هيجيب جون. يعني برايتو ليفربول دفاعها خلاص بقى شوربه، بقى اسكوسكوسي، يعني اي حد يخش يجيب جون فيه جون، السلام عليكم انا داخل اجيب جون. فخلاص انا اتوقع ان برايتون ممكن تجيب جون في ليفربول عادي جدا، الا اذا ليفربول لو قامت لها قامه بقى. ايفرتون والساوث انا مع نفسي مش هبص للماتش ده ولا هرشح حد فيه خالص. فورست وليستر، يعني ماديسون لحد دلوقتي لسه اصابه، مش عارفين عنه اي اخبار، واي اخبار حتى لو رجع هنزلها عندي طبعا زي ما قلت لكم على الفيسبوك او على تويتر. اتمنى ماديسون يرجع عشان يلحق شويه ليستر سيتي من اللي بيحصل فيها. لو عندك وورد خليه، مفيش اي مشكله خالص. وولفز وستهام، وولفز بدات تتحسن شويه الى حد ما. وستهام هو الخطوره تكمن في بوين فقط لا غير، يعني مع ان سعره عالي بس اللي عنده قدره ان يخلي عنده بوين او يجيب بوين مفيش اي مشكله خالص. برينتفورد وبورنسموث، برينتفورد وبورنسموث انا شايف برينتفورد الخطوره تكمن في توني مصاب. توني انا بالنسبه لي كحنفي، انا لو شايف ان توني هيرجع الماتش زي ده انا ما عنديش مشكله ابيع نونز واجيب توني خالص، مع ان ده الخيار الثاني بالنسبه لي اللي هتكلم فيه في خطتي بعد كده ان شاء الله قدام شويه. انا شايف توني لو كويس اوبشن كويس جدا ومحترم جدا، عارفين توني هوم اوي بيجيب جون. رقم 2 بالنسبه لي هو موبويمو سعره 5.8، هو اللي عمل كان هو المفتاح الماتش اللي فات، هو عمل جون واسيست تقريبا، فهو كان خطوره برنت في الماتش اللي فات اللي كانت معوضه غياب توني. هو موبويمو خيار ممتاز جدا، اوبشن كويس جدا لو توني لسه اصابه. تشيلسي بقى والكريستال بالاس، تشيلسي ده راجع من خساره قدام السيتي 1-0 بس مفيش مشكله. اتمنى نشوف تشيلسي كويسه، انا حاسس ان تشيلسي نازله منحدر، الله اعلم رايحه بيه فين تاني. ممكن نلاقي اقالات الفتره اللي جايه، متوقع جدا. طب تعال نتكلم، ممكن نركز على مين في تشيلسي. هو احنا كده عندنا كيبا، الناس اللي عندها كيبا، الناس عندها كوكوريا، الناس اللي عندها ستيرلينج او الناس اللي عندها ماونت اصبروا عليهم مفيش اي مشكله خالص، ممكن يهدفوا قدام كريستال بالاس. نيوكاسل وفولهام، جايلك يا فولهام. طيب نيوكاسل، الناس اللي عندها نيك بوب ناس محترمه والله. انا نيك بوب ده من الحراس اللي انا بحترمها جدا، اي نعم ما خدش حقه في كاس العالم بس من حراس المرمى المحترمين اللي بيعملوا سيفز، اللي بيخافوا على المرمى بتاعهم بطريقه فظيعه، تصديات فعلا يعني. رقم 2 طبعا الميرون، ما فيش مشكله خالص نلعبه قدام فولهام، ما عنديش اي مشكله خالص العبه قدام فولهام سواء هو او تريبير، الاثنين كويسين جدا. انا الجوله اللي فاتت للاسف قعدت تريبير دكه، طبعا بقى 8 بونت بقى بونص والكلام ده كله. ما عنديش اي مشكله نلعب الناس دي كلها قدام فولهام. قصاد كده قلنا فولهام يا جماعه ماتروفيتش معاه 4 انذارات وده دبل، والباشا معروف عنه ان هو بيلعب عنفواني، وانا قلت في الجوله قبل الدبل على طول يا جدعان الناس عندها متروفيتش خلي بالكم معرض ياخد انذار في اول ماتش في الدبل، والدبل التاني ما يلعبهوش يا جدعان الله يهديه. اخد فعلا الانذار في الماتش، وهو عوض ملاكه بجون، الناس اللي كانت مكابتناه عوضهم صراحه بجون. عارف لو ما كانش جاب الجون ده كان زمان الناس كلها ايه زي ما عملت مع نونيز في اول الفيديو على طول كده. ممكن ميتروفيتش يجيب جون في نيوكاسل، احتمال ضعيف شويه. ليه؟ لان نيوكاسل اصلا دفاعها قوي جدا، مش يعني من الفرقه اللي انا بحب اشوفها وهي بتلعب في الملعب بصراحه، بتقفل كويس، بتلعب مع بعض كويس. ممكن فولهام تجيب جون، ممكن جون واحد على الاقل، والباقي كله نيوكاسل تكسبه مفيش اي مشكله خالص. توتنهام وارسنال، طبعا احنا اتكلمنا في توتنهام في اول الفيديو، قلنا مين نهتم بيه هو هاري كين وبريزيتش. بالنسبه لارسنال انا شايف للاسف هو لحد دلوقتي ساكا مصاب، مش عارفين الاخبار بتاعته ايه، برضه هنعرف الاخبار وننزلها. انا شايف ان هو اوبشن رقم 1 هو مارتينيلي، نخلي عينينا على مارتينيلي. الناس اللي لسه عندها مارتينيلي زي حالاتي كده زي الفل خليه معاك ما تبيعهوش، لعله عسى يعمل حاجه. بالنسبه لخيارات الكابتنه انا شايف ان هالاند وكين انسب 2 في الدبل في الكابتنه في الماتشات بتاعتهم. هالاند هيبقى عنده اليونايتد وتوتنهام، الاثنين دفاعهم مش احسن حاجه يعني مش كتير قوي، يعني مش هيعمل خطوره على السيتي انه ما يقدرش يجيب جون. توتنهام عنده ارسنال عنده السيتي، ممكن هاري كين يجيب جونين او جون في ارسنال يا عم، وممكن كمان ما يجيبش جون في السيتي، ممكن يجيب جون في السيتي مفيش مشكله. انا شايف ان هما الاثنين دول انسب 2 بالنسبه لي في كابتنه الجوله ال20. بالنسبه لتشكيلتي انا الشخصيه ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي، انا لسه ما عملتش فيها اي تغييرات، وانا يعني احتمال يكون دي ترتيبه الدكه اللي ممكن اثبت عليها، بس التغيير اللي انا ممكن اعمله بجد هبيع نونيز، ان خلاص انا زهقت منه، حتى لو جاب بعد كده هاتريك وسوبر هاتريك انا خلاص مش مهتم بنونيز خلاص، يعني اخد فلوس واخد فرص على الفاضي.
هو رقم 1 بالنسبه لي هو توني، لو كويس انا هجيب توني. رقم 2 لو توني مش كويس هجيب هاري كين، وانا استكفيته زي الفل و100 فل و14. بس كده يا رجاله، دي كانت النصايح بتاعت الجوله 20 وفرق عندها دبل في الجوله 20. ما تنسوش بقى احلى لايك منكم، اعمل سبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل لك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.